السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 25 قطعة كفتة يا بنات، من ربع بانيه وقطعتين، يعني قطعتين كانوا زيادة وربع بانيه هتعملي الجمال ده كله. شايفين 25 قطعة، توفير التوفير، لون طعم وريحة ما اقولكمش عليها، حاجة فظيعة. طيب من جوه بقى عايزين نشوف قلبها. شايفين بيضة. الحشو اقتصادي جدا جدا، موجود عندنا في كل بيت يا بنات، حتى لو كمية بسيطة جدا هتعملي الجمال ده. مستوية 100%، أهم حاجة السوى. أنا عندي لون طعم ريحة بقى جمال. اقتصادية جدا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي وتعالوا نشوف طريقتنا على طول. أنا عندي 3 حبات بطاطس متوسطين أو صغيرين كده، سلقتهم بمية وشوية ملح وهرستهم بالهرست البطاطس أو بالشوكة. الكمية اللي موجودة عندك، ممكن حبة بطاطس واحدة، طالما لو هتعملي ممكن حشوتين مختلفتين. بعد كده معلقة بقدونس، ملح، وشوية فلفل. كل حاجة ربع معلقة صغيرة يا بنات، ملح وفلفل وزنجبيل وبهارات، وطبعا اللي هي معلقة البقدونس أو معلقتين بقدونس على قد الكمية اللي انت هتعمليها. قلبناهم كويس كده بالشكل ده. شوفوا بقى، أنا عندي هنا ربع بانيه اهوت، وده القطعتين اللي أنا بقول لكم زيادة، يعني عندي يعني لقيتهم عندي هنا في الفريزر يعني، فأنا قلت أعملهم مع ربع البانيه. ممكن الربع البانيه بس، أيوة هيكفي، مفيش مشكلة، هي بنفس المقادير يا بنات. هقطعهم كده يعني عشوائي كده، لأن كده كده احنا هضربهم في الكب. طيب بعد كده انا عندي بقى ايه؟ ده 2 كايزر يا بنات، رغيفين كايزر كانوا عندي برضو في الفريزر. لو عندك عشفينو هينفع برضو، مفيش مشكلة. طب ما عندكيش عشفينو ولا كايزر، هتعملي عندك لو بقسماط هيمشي برضو، مفيش اي مشكلة. طيب انا هنا الكايزر زي ما انتم شايفينه كان في الفريزر، طبعا القشرة هتكون يعني متشالة كده. انا هحاول اشيلها عشان انا مش عايزة اللون اللي هو الاحمر ده، انا عايزاه اللي هي اللون الابيض بس. سواء العيش الفينو هتشيلي الوش بتاعه او القشرة بتاعته يعني، او اللي هو لو كان عندك كايزر برضو زي ما كان عندي كده. حطيهم بقى في الكبة، اضربيهم كويس جدا لغايه ما يبقوا بودره. شايفين؟ انا عايزه اللي تبقى بودره بالطريقه دي. طيب بعد كده بقى ايه؟ هجيب اللي هي الفراخ بتاعتي اللي انا قطعتها، اللي هو البانيه يعني، ده صدور اللي هي بانيه، وهضربها كويس جدا جدا في الكبه بتاعتي. بعد كده انا عندي هنا معلقتين او 3 زنجبيل فريش، زنجبيل فريش يا بنات، وعندي حوالي 5 فصوص ثوم مبشورين برضو، وعندي ربع كوبايه ميه. ربع كوبايه ميه هحط شويه وهضرب وشويه وهضرب علشان هوريكم القوام دلوقتي. هنشوف بقى البهارات بتاعتنا. انا عندي ملح، وعندي 7 بهارات او بهارات فراخ، فلفل اسمر، وعندي كيس فيجيتار حار او عادي، ده حسب رغبتك. تمام. وبعد كده اضربي بقى كويس جدا. انا هنا خلصت ربع كوبايه الميه يا بنات، لغايه انا كل شويه هحط شويه ميه كده وهضرب شويه، يعني بص حوالي معلقتين 3، واضربي علشان ما تبقاش طريه جامد يعني جدا منك. اهم حاجه بس حطي الميه بالتدريج. هي خدت مني ربع كوبايه الميه ومعلقه كمان زياده. تمام. لغايه ما هتوصلي، شايفه القوام ده طريه جدا زي ما انتم شايفين، لكن ماسكه نفسها. ده القوام اللي انا عايزاه. شايفين بقى لما هنفضيها كده في الطبق بتاعنا، اضغطي بقى كده عليها اهي، نفس القوام ده، طريه ازاي. تمام كده، يبقى احنا وصلنا للمرحلة الممتازة. عندي بقى كيس حفظ تلاجة، فتحته ودهنته بالزيت، وبعد كده هاخد قطعة من اللي هي اللحمة بتاعتي او اللي هي الفراخ بتاعتي، او هنسميها بقى دلوقتي خلاص بقت كفتة. هنفردها بالطريقة دي، بصي بايديكي، ما فيش اسهل من كده، في منتهى السهولة بتتفرد، لانها زي ما احنا قلنا هي طرية جدا. الحشو بتاعنا اهوت احنا طبعا جهزناه خلاص. ايديا بقى هنا يا بنات بتبقى مدهونة زيت علشان البطاطس ما تلزقش فيها. اهم حاجة بس تدهني ايديكي زيت قبل ما تشتغلي، يعني بعد ما فردتي اللي هو الكيس بتاعك هتدهني برضو الكيس دي زيت، وايديكي برضو هتدهنيها زيت. بعد كده هنعمل اللي هنلفها بالطريقة السهلة اللي انتم شايفينها ديت. هنقفل الاول الجنبين، وبعد كده هنلفها بالكيس بمساعدة الكيس. ايديا فيها زيت اهيت. وبعد كده جبت انا قطعه. طيب هنا بقى اللي هو الحجم بتاع الكفته او صباع الكفته ده اختيارك، لو انت عايزه صغير او وسط او كبير هتكتري اللي هي حته اللي هي الكفته اللي انت بتحطيها بتفرديها على حسب رغبتك يعني. انا فردتها وتبني الكيس. على فكره الكيس ده بيسهل جدا، مفيش مشكله. وبرده زي ما احنا متفقنا نحط زي نقطه زيت كده على ايدينا ونفرد عليها قطعه اللي هي الحشو. حشو اقتصادي وسهل وطعمه فظيع في البطاطس، طعمه فظيع في الكفته. شايفين
اهيت انا عملت هنا من الجنبين لميته كده. انتوا لو تلاحظوا يا بنات ممكن انا بقفلها الجنبين على بعض وممكن بسيب جزء منها مفتوح. الطريقتين ممتازين وحلوين جدا. ظبطيها كده، شايفين بيطلع الكفتة عاملة ازاي فظيعة. نعمل كمان واحدة. حطيت انا هنا قطعة اهيت فردتها، بتتفرد في منتهى السهولة يا بنات، ما بتاخدش اي مجهود خالص ولا اي صعوبة. شيلي كده الكيس، وبعد كده هنبدأ نحط الحشو بتاعنا برضو. ايدينا لو هي خلاص لسه اصلا فيها زيت مش هنحط كل مرة زيت في ايدينا، يعني ممكن مرة واحدة هتكفيكي تعملي حوالي كفتتين او 3. عملت هنا الجنب اهوت بالكيس، والجنب ده شايفين انا المرة دي سبت فيه فرق ما بين الجنبين. مش ما فيش مشكلة خالص سواء كده ولا كده. ده بيديكي لو بيديكي حجم صباع الكفتة بيبقى كبير او صغير. 25 قطعة ما شاء الله من الكفتة. انا طبعا انا عملت هي حوالي 3 اللي هي الدايواري اللي زي الفلافل كده. بعد كده عندي نص كوب حليب وبيضة، هقلبهم كويس لغاية البيضة ما تدوب خالص. بعد كده بقى الكفر بقى عندنا. انا عندي كوباية اللي هي كورن فليكس اللي هو اللي بيتباع من عند العطار، اللي هو الخشن يا بنات، بس بطحنه انا لازم بطحنه يا بنات. بعد كده وكوباية اللي هي البقسماط ده اللي عندي اسفة. البقسماط اللي عندي فيه فيجيتار، يعني بقسماط على فيجيتار على مثلا شوية بقى بهارات بهاريهم. او انا برضو بجيب من عندي هنا في مخبز اللي هو اللي بيبيع الجلاش وبيبيع اللي هي السمبوسك والكلام ده كله، بيبيع بقسماط بيبقى مبهر، بيبقى في منتهى الروعه. بس انت لو ما عندكيش الكلام ده كله كفايه الفيجيتار، كيس فيجيتار على البقسماط العادي بتاعك. قلبناهم كده كويس، وعندنا نص كوب دقيق. يبقى اذا عندي نص كوب دقيق والكورن فليكس ومع البقسماط والحليب مع البيضه. هنحط الاول في الحليب، الاول في الدقيق، بعدين حليب، بعدين البقسماط بتاعنا. تمام كده. هنرجع تاني، بصوا اهوت هنعمل مرتين في الحليب يا بنات، مش مرتين في الدقيق، حليب بس. المرتين هنحطه في الحليب وهنقلبها كده كويس اهيت. بصوا ما شاء الله، لان الكفر لما بيبقى مرتين بيدينا حجم كمان كويس. الدقيق بعدين حليب مع البيضة، وبعد كده اللي هنا اللي هي البقسماط او الكورن فليكس مع البقسماط. طب انا لو ما عنديش كورن فليكس او ما بحبوش او مش عايزاه، خلاص عادي ممكن البقسماط بس هينفع. لو ما عندكيش اللي هو الكورن فليكس. وممكن طيب الكورن فليكس بس ينفع يا حنان؟ بس المهم يكون مطحون كويس، يكون يعني علشان يمسك في الكفتة بتاعتنا. ممكن برضو كورن فليكس لوحده بس يكون مطحون. وممكن تبهريه برضو بشويه بهارات كده عشان تديكي طعم للكفته، الكفر يكون لا طعمه جميل. طيب انا هنا بقى عملت ايه؟ يعني قلت بدل ما هعمل واحده واحده، لا انا عملت حوالي 3 أو 4. الاول دقيق، بعدين الحليب، وبعدين حطيته مع البقسماط زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هرجع اعمله بقى كده، اقلبهم في البقسماط دي أول مرة، وبعدين هحطه في الحليب، وبعدين هرجعه تاني في البقسماط علشان أعمله تاني مرة. أخلص بقى أنا كل الصوابع بتاعتي كده بالشكل ده. أحطه برضه في البقسماط دي أول مرة أحطه في البقسماط، وبعد كده ده تاني مرة، وبعد كده أهم حاجة بس المرتين احنا هنحطهم في اللبن، لكن الدقيق بنحطه مرة واحدة. بعد كده بقى هغلفنا اللي هي المرحلة الأخيرة من البقسماط كده في الطبق. طلعنا 25 قطعة ما شاء الله، يعني كمية فظيعة يا بنات، اقتصادي جدا، في منتهى السهولة ممكن تعمليها. عندي بقى زيت زي ما انتم شايفين كده سخن. اهم حاجة النار تكون وسط، ما تكونش هادية علشان الكفر ما يفكش مننا وما تبقاش ظريفة، وما تكونش عالية علشان الكفر برضو يتحرق مننا او يحمر بسرعة قبل الفراخ ما تستوي من جوه. طلعيها بقى، يعني مدة السوا قد ايه؟ ممكن من 5 ل6 دقايق. طلعي، شايفين بقى الجمال، لا فتحت ولا عملت وهنا اي مشكلة. ما شاء الله نفشت شوية. طعمها بقى ما اقولكمش والله في منتهى الجمال والروعة. ما اقولكمش طعمها فظيع قد ايه، اللون بقى والطعم حاجة حكاية بقى. خلصي بقى كميتك بقى بالشكل ده، برضو على نار متوسطة زي ما احنا قلنا، او كمان يعني قريبة من يعني نار متوسطة مش عالية يا بنات، علشان تاخد سواها المظبوط. خلصي بقى الكمية كده وطلعيهم، يبقى انت كده عملتي احلى كفتة في حياتك ان شاء الله. طيب المرحلة بقى ديت يا بنات احنا هنجمدها ازاي او هنفرزها ازاي؟ بعد ما عملت البقسماط، انا بعد ما حطيتها في البقسماط ديت هنجمدها، مش بعد كده هنحطها في الطبق الفل دوت. وبعد كده تحطي مثلا 5 قطع أو 6 قطع اللي يريحك. في كمان الأطباق اللي هي بتبقى مربعة مش كمان مستطيلة بالشكل ده.
ادي الكميه دي اللي انا هفرزها، غطيتها طبعا بستريتش راب وهنحطها في الفريزر. ويا بنات لما تيجي تقليها وهي متفرزه، تقليها وهي متفرزه، مش لما تسيبيها لما تفك. تمام. خلصنا كده الكفته بتاعتنا بطريقه سهله وبسيطه، كميه كبيره جدا فرزنا منها واكلت الاولاد واكلت حبايبك. شايفين السوا، درجه السوا جميله جدا، الحشو اقتصادي جدا جدا، في منتهى السهوله. عملت كميه كفته روعه مع مكرونه بقى مع عيش وطحينه، حاجه بصراحه في منتهى الروعه والجمال. يا رب الفيديو ينور رضاكم وتنفذوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.